انا هحكيها لك انا هحكيها لك على اساس ان هي ايه. واحده اسمها ميرفت، احمد ماشي. البطريق. تمام، وجوزها تمام. اسمه عاطف. تمام. ميرفت وعاطف متجوزين بقالهم سنة وبتاع وخلاص، هي ايه على وشك الولادة، والدنيا ايه بايظة مع عاطف، والدنيا خلاص. هو جايب اخره اصلا، كل شوية دكتور وكشف وبتاع ومشاوير، وتوك توك رايح توك توك جاي، وجاية منين، جاية من عند الدكتور، رايحة فين، رايحة عند الدكتور. خلاص بقى، جه اليوم بتاع الولادة. حلو. اليوم الولادة الطبيعي لأي واحدة، هي بتاخد امها ويروحوا المستشفى ومعاهم راجل، وبيخلصوا الدنيا وبيمشوا. صح؟ اه. اه. موضوع سهل اهو، جميل. ايوه ايه صح. فكرة بقى بنت خالة عمها مرات خالة ابوها معاها في الولادة؟ وايه فكرة بقى ان العيال اللي في الشارع كلهم واقفين قدام المستشفى مستنيين على اساس ان الدكتور هيطلع الولد ويرموا لهم من الشباك يقول لهم الواد اهو؟ مش فاهم يعني. الموضوع بيبقى صعب برضه، يعني نراعي الظروف. انت دلوقتي رايح لحد مستشفى، ايوه. تمام، مش لما بتروح لحد مستشفى بتجيب له بوكيه ورد، حاجه خفيفه، حاجه شوكولاته. لطيفه، اهو اي حاجه حلوه وخلاص، يبقى انت عملت الواجب، صح؟ ايوه. ده شيء طبيعي اهو. انا شفت بعيني واحده جايبه بوكسرات للعيل اللي لسه مولود. هيعمل بيها ايه وهو لسه مولود؟ دم خفيف. يعني مش هيعمل مقاسه بيها يعني حاجه. بوكسرات كبيره يعني. جايبه له بوكسرات ليه؟ عشان مستقبل. الست يعني هما بتبص البوكسرات لقدام. هتغلى، يعني البوكسرات هتغلى قدام يعني. ايوه ممكن تبقى عندها نظره لقدام ان البوكسرات هتجلى فبتجيب بكس. مش مهم. ولدت، واللي كان والمستشفى حصل فيها الدوشه اللي هي، والشارع كله راح، وعاطف راح، والدنيا راحت، وعاطف مش يا لاقي جدع يعمل ايه، بيشجعوها. والدنيا